سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ فوزية. جبت لكم وصفة اليوم طاجين لحم بالصلصة الحمراء، خدمته جواز بالجلبانة. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم وننصحكم انكم تجربوه. اذا ما يعجبكم الفيديو تاعي ما تنسوش تدعموني بجيم كومنتير بارطاج. نبداو. عندنا اللحم، اي لحم عندكم، اي نوعيه اللحم عندكم تغسلوها وتنقوها. انا درت الطبقه الاولى، درت اللحم واي كونتيتي تاع اللحم تقدروا تخدموا بها، يعني مش اوبليجي تكون كونتيتي بزاف ولا قليله. عندي نزيد معاهم الرند، من بعد اللي زدت معاهم الرند زدت معاهم البصلة. أنا الثوم ما كانش عندي، لازم ديروا الثوم، أنا ما كانش عندي. من بعد زدت معاها زيت الزيتون حاجة قليلة، وزدت معاها التوابل. بالنسبة للتوابل والمكونات كامل غادي نكتبهم في صندوق الوصف. من بعد نديرهم على نار متوسطة، وزدت معاهم حبة تاع كاروت، وزدت معاهم كذلك حبة طماطم متوسطة، وزدت معاهم ملعقة كبيرة ونصف طماطم مصبرة، ونخلطوهم يعني خلوهم يتقلاو. من بعد زدت معاهم كأس ماء ساخن ونخلو اللحم تاعنا يتقلى. من بعد زدت معاه الجلبانة، ومن بعد اللي زدنا الجلبانة كذلك زدت معاه كاس تاع ماء، وخلي الجلبان يتقلى مع اللحم. من بعد اللي تقلى لي كلشي نمرقو بالما تاعنا ساخن ونغلقو عليها ونخلوها طيب. أنا دات لي في طياب حوالي ساعة ونصف، قريب ساعتين، يعني قريب ساعتين. هذا هو الشكل كيفاش خرجت لي. إن شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، متنساوش تدعموني بلي جيم كومونتير بارطاج. خليكم نقول لكم باي باي.